وجينا في موقف حسب موقف يا انجي ده كروان يعني. ترند مصر فرح كروان مشاكل طلع منه الآراء. ازيكم عاملين ايه؟ كل كروان المشاكل وانجي رايحة رؤية الزوجية علشان تغير لك ده. راح على فين يا انجي انت وكروان؟ حاجات كتير قوي ترند فرح حقيقي، وجيت انا اغطي بنفسي. نفسك يا انجي انت متواضعة اوي، تصدقي ممكن تغطي فعلا؟ انا هعتبر نفسي ما كنتش طرف في الفرح، لكن جيت ابين كل. لا ما تقوليش الكلام ده يا انجي، انت ما كنتيش طرف، انت كنتي تورتة الفرح وكريستو، والناس استقبلوك استقبال حافل وفرحوا بيكي اوي. متابعين كروان الحقيقة من قدام في كروان. ايوه يا انجي اعلامية كبيرة. السلام عليكم. زي الاستاذ انش عامل ايوه كروان اعمل نفسك متفاجئ وكده. هل تتعاطى شيء يا كروان؟ تمام. جينا دلوقتي في خش برجلك اليمين يا انجي لو سمحتي، عشان كروان زي الارانب بيتحسد وكده يعني. كروان عشان نبان الحقيقة لكل الناس. ايوه يا انجي ناس مستنياك يا انجي، وريهم الحقيقة. الله اكبر عليك يا عالمية كبيرة. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ كروان عامل ايه؟ بس برنش كامل. تمام. اخبارك ايه بعد بعد ايه يا استاذة؟ اوعي تهزقي كروان بتاعنا ولا تهزي ثقته في نفسه، عشان ده فنان وحساس ومرض. الحمد لله، ربنا يخليك يا استاذ عيش. الاخلاق العالية دي يا كروان عامل نفسك مش عارفها ولا ايه؟ نفسيتك عاملة ايه؟ الحمد لله احسن. زعلان ولا عايش والله الحمد لله. بتقول الحمد لله؟ يا سلام يا انجي انت وكروان، الله عليك يا استاذة انجي. كملي تقول ايه للناس بتقول ان فرح كروان كان ترند؟ يا حيد يا كروان انت بتتكلم هندي ولا ايه؟ تشوفي الشقة وورق المقسوم ورق كل حاجة، شوفي الشقة كده وتعالي. انت في امان يا مذيع انجي طول ما انت ما دخلتيش المطبخ. اوعي تخش المطبخ، اوعي بقول لك. انت عارفه ايه اللي بيحصل بعدها؟ تخيلوا معايا الشقة نفرج الناس على الشقة. تيجي الصورة اعتقد ان لو فيها يا انجي اوعي تقولي المطبخ. بيعمل ترند مش هيصرف المصاريف دي كلها، مش هيجيب شقة. كروان مش محتاج مار كملي مش محتاج يخش المطبخ صح؟ ترند. كروان اعتقد انت في فيديو بتعمل ترند. الحمد بيعمل ايه يا انجي؟ ده كانت ارقام واقعه قبل ما يعمل الترند ده، والفرح وشعبان عبد الرحيم كله ترند. انت رايحه له النهارده عشان الترند يا استاذ انجي، واللي حصل بينكم زمان وايام المطبخ. الله على ايام المطبخ. لله. في تشونات انت طالع نجم واحد مفروض للناس كلها. ايوه والناس بتحبك. الحمد لله. قصدك الطيور يا استاذ انجي، ارجوكي وضحي كلامك. دي اول دليل ان كروان ما كانش بيعمل ترند. تعالي اتفرجي بس بصي كده. ايوه ده الدليل فعلا ان عندك الدير، هو ده الدليل. الله عليك يا استاذ انجي لما تشغلي دماغك. الله نور قوي دماغك. طب عايزة شيء اجيب كسلة حاجات جديده كلها. الكسلة. ايوه اتجوزيه بقى، اتجوزيه يا انجي بقى، اتجوزيه وعالجي جروحه بقى، عشان هو بعد الفرح هو متأزم نفسيا. استاهلة. حاجات جديده. تعالي اتفضلي جوه. وهنا ميكرويف مطبخ. هنا هتلاحظوا ان هو اللي بيخش في كل الاماكن الا المطبخ. هو عارف ان انجي خبير الطبخ. كمل. بقى المطبخ كامل ميكروويف. الحاجات دي بقى انت اللي جايبها؟ انا اللي كان كل فعلا يا استاذ انجي هو جاب كل حاجه الا كرتونه البيض انت اللي جبتيها. حاجة كمان ميكروويف. بص يا استاذ انشي. بس انت بقيت عايش هنا دلوقتي. بس ما تقوليش عايش وعايش ومش عايش، وزعلان جدا على اللي حصل. انا شايفه ان انت في معيشه. اتي المطبخ اتي البوتاجاز. احنا عارفين الحاجات دي يا كروان، مش لازم تشرحها. عارفين ان انت صارف ومكلف يا كروان، مش محتاج تقول. اتي كل حاجة موجودة. كرتونة البيض حلو. ان هو بنفسه شاور على كرتونه البيض. دخلتي مع كروان المطبخ ليه يا انجي؟ مش قلت لك بلاش؟ الاتنين ما شاء الله ليه؟ كل حاجة موجودة. حتى الاكل كنت جايبه. كل حاجة جايبة. كل ده. المطبخ تاني يا انجي، مطبخ تاني. الزبادي قدمت السبت الزبادي اكتر حاجه مكلفه في المطبخ هو الزبادي. الله عليك. كل حاجة. شوفي وبعدين معاك انت وكروان، حرمتوش ولا ايه؟ ما حرمتوش من العيش والحلقه اللي فاتوا ولا ايه؟ شقة كده وتعالي تفكري معايا. نفرج الناس على ما تنسوش لايك وسبسكرايب لتقديم الافضل. حاضر. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.